شيعة. حزب الله أعظم مصدر فخر العرب والمسلمين شيعة. وما نزعلش منه أبدا أن المسيح يرى أن محمدا كذاب. تقول التقية انتهى أمرها بظهور الدولة الإيرانية الإسلامية الجمهورية الإسلامية في إيران وأئمة الشيعة المعاصرين. وكما تعرف أن الشيعة لا يقلدون الموتى، الشيعة لا يقلدون إلا الأئمة الأحياء. الأئمة الأحياء كلهم يقولون لا تجوز التقية إلا حين يراد الإسلام بخطر، لكن مش شخص يعلن مذهبه تقية، هذا لا يقول. رحم الله أسامة بن لادن رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. مسيحية لا دخل لأحد في هذا، والدولة مسؤولة عن حمايتي كمواطن في عقيدتي التي أختارها بمحض إرادتي، ولا دخل لأي طرف، لا إسلامي، لا دخل للأزهر ولا دخل للكنيسة. حينما يكون المسلم مسلما أو المسلم مسيحي أو المسيح مسلم، حق الاعتقاد مكفول. والزج بمصطلح الردة هنا أو بالحد الردة لا مكان له. الردة ليس حد للخروج للانتقال من الإسلام لغير للمسيحية والعكس. قانوني من غير رأي قانوني، دي هذه إرادة سياسية وكلام تفاهم موجود واحنا راصدينه وعارفينه، مش كلام يعني غريب. كيف رصدتم هذه اتصالات يعني بين طرفين لا علاقة لكم بهم؟ الله يشوف الإخوان موجودين في كل مكان، وفي المكاتب وفي الأماكن هتلاقي واحد أخ، هتلاقي واحد قريبه، يعني المسائل. ومصر الآن درجة ولاء الناس فيها للمسؤولين قليلة، والمعلومات تنقل بأشكال كبيرة وكثير منا يتعاطى الكلام والمعلومات، يعني في حالة سيولة في البلد. هذا كلام سيخيف المسؤولين بالتأكيد. لا يخيفهم طبعا، بس هو أمر واقعي، أمر واقعي الآن، ما فيش حاجة بتستخبى. أنا بقول إن أنا عارف إن طول معركة الانتخابات الرئاسية بشاب منحاز اجتماعيا إلى الفقراء والبسطاء ضد حكم العسكر فيه ولا تكتم. الشيعة الآن مصدر فخر أن يكونوا شيعة، الشيعة الآن مصدر فخر أن يكونوا شيعة، الشيعة الآن مصدر فخر أن يكونوا شيعة. حزب الله أعظم مصدر فخر العرب. وما نزعلش منه أبدا أن المسيح يرى أن محمدا كذاب. أنا مش زعلان منه، هو حر، ده حسابه عند الله. أنا زعلان منه أخرويا يوم القيامة، مش مانع أبدا، بس هو عقيدته مبنية على ذلك، وأنا أعطيه الحق في ذلك دنيا. إذا كانت الدكتورة هلا أشارت إلى أنه مش مسموح بحزب علماني، إذا كان ده مش مسموح في النظام المصري الحالي، لكنني أنا لا أرى كإخوان مسلمين أي مانع من أن يكون هناك في مصر حزب شيوعي وحزب علماني وكل الأحزاب. بعض الاختلافات ليست في الأصول الكلية. هل هو خلاف عقائدي؟ لا يمكن أن يكون خلافا عقائديا طبعا، مستحيل. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي أصلا، المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي. المصريين إما مسلمين أو مسيحيين. صحيح. وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووسائل، يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كاينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف. دلوقتي مش هيبقى فيه، يعني انت متصور ان تنظيم القاعده هيجي يعمل عندي انا مشاكل؟ لا بالعكس، لانه يرى انني اسوق الامر ان شاء الله الى نفس الهدف الذي هو آخر هو الأمر السياسي. الأمر المتعلق بوحدة الأمة الإسلامية سياسيا وموقفها أمام الدنيا كلها التي تعادي الأمة الإسلامية. بيننا وبين الشيعة موقف آخر متعلق بالدولة الإيرانية اللي سبقتنا اقتصاديا وسبقتنا في تحقيق الإرادة السياسية أمام العالم كله بسبب ظروف كثيرة، يعني الخوض فيها أصبح الآن خوضا في الماضي. أنا بنظر إلى المستقبل، أنا بقول المستقبل في علاقتنا بشيعة العالم الإسلامي أنهم مسلمون ونحن مسلمون. اللي فرق بيننا وبينهم عن. So you support the existence? Yes. You accept the existence of Israel? Yes, I accept to make ceasefire between Palestinian and Israel. We can make even a long ceasefire, but we should say to Palestinian, you should recognize Israel. احنا عايزين الجيش يبعد عن الحكم، وفي نفس الوقت عايزين سرعة انتخابات، وعايزين سرعة وضع دستور، ومش عايزين دستور تحت حكم العسكر.
الحمد لله. استكمال مهام ثورة 25 يناير. طب حضرتك مع مطلب اللي هو تسليم مجلس الشعب ورحيل العسكر؟ سيدنا عثمان بن عفان قامت عليه ثورة صحيح. الثورة دي لما جم يناقشوه ما حدش قال له انت بتتكلم عثمان كده ليه؟ انت فاكر انت مين وهو مين؟ ده من السابقين الاولين، ده من المهاجرين، ده من العشر المبشرين، ده من سمعوا المعارضة السياسية وردوا عليها موضوعيا. الخلاف على المهدي المنتظر الحقيقة هو ليس خلافا، الخلاف على عصمة الأئمة. أما المهدي المنتظر فالسنة يزعمون أن لديهم مهديا سيأتي يوافق اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي وسيملأ الأرض عدلا، يوافقون على نفس فكرة المهدي المنتظر. نسميهم واحد شوف القاعدة، شوف الجهاد، التكفير، كل والله ده شرف كبير. نعم حلو. الله، بس دي احصائيه متاكد منها. طبعا فكر متطرف موجود في ارض مصر. انا لا انا لا اسميه متطرف. وباموال المليارات التي نهبت بالقيمه لدى جنرالات وزاره الداخليه القديمه وبقايا بعض جنرالات الشرطه العسكريه. تطويرها طبعا هي القوات المسلحه. الوضع القائم ده ينفع ببصله طبعا. في ظل مسؤولية المجلس العسكري عن إدارة البلاد أمر ينبغي أن يحسم بمحاكمات عاجلة لمن أسقطوا هؤلاء الشهداء والجرحى، وهذا هو الأمر المعلق بيننا وبين الأساس.